تعرفي إيه هي الحاجة اللي completely مجنونة بالنسبة لي؟ إن إحنا من سنين كانت الناس بتتريق والعلماء بيتريقوا على أي حد فاكر إن القارات ممكن إن هي تتحرك أو إن كوكب الأرض كله كان عبارة عن قارة واحدة وبعد كده ابتدت إن هي تتقسم. نفس الناس دي كانت أصلا مش مصدقة إن في حاجة أصلا كان اسمها ديناصورات أو إن إحنا ممكن نلاقي مثلا فوسيلز كانت المفروض إن هي تبقى في أفريقيا ويشوفوها في أمريكا. وهي ديّة الحاجة اللي أنتِ لازم تبقي واخدة بالِك منها، إن مش معنى إن حد بيتريق عليكِ وإن حد مش مصدّق في الvision بتاعتِك كbusiness owner إن أنتِ الحاجة اللي بتعمليها مستحيل إن هي تحصل. ما فيش حاجة اسمها إن أنتِ الreach بتاعِك ميت وخلاص كنتِ المفروض إن أنتِ تخشي على السوشيال ميديا أيام الكورونا، دلوقتي خلاص الوقت راح. ما فيش حاجة اسمها لو أنتِ كنتِ استغلّيتِ الفرصة من زمان كنتِ هتنجحي، ما فيش حاجة اسمها إن خلاص السوق مليان أو إن أنتِ عمّالة بتحاولي بتعافري في حاجة ما لهاش أمل وما لهاش potential. أنتِ اللي بتحدّدي أنتِ عايزة تبقي فين، أنتِ اللي بتحدّدي الpotential بتاعِك هيبقى فين. إحنا خلاص كام سَنة وهنبقى skeletons مدفونين وبنقابل ربنا، فما فيش أي حاجة في الدنيا ديّة أصلًا تسوى. اعملي اللي تقدري عليه واسعي وكوني عندِك ثقة إن ربنا هيكرمِك.